ازاي نحدد مميزات وسلبيات التغيير اللي هنقوم بيه؟ هنعمل قائمة بالمكاسب الموجودة او اللي محتمل تبقى موجودة لو استمرينا على نفس الوضع، وقائمة تانية بالاسباب السيئة اللي محتمل تحصل لنا لو احنا برضو استمرينا من غير ما نقوم بعملية التغيير. بس المهم في الخطوة دي ان انت تركز ايه هي الاسباب والدوافع اللي خلتك تقوم اصلا بعملية التغيير، وهل فعلا هي اسباب حقيقية ولا مجرد مخاوف ومشاعرك هي اللي مسيطرة عليك. وعلشان تتأكد ان ده القرار الصح اللي هتقوم بيه مش مجرد تشتت عقلي، انت محتاج تعرف ايه هي المشاعر اللي بتحركك. هل انت قلقان ان التغيير اللي هتقوم بيه ده مش هيستمر؟ 2. هل بتحس بالإرهاق والإجهاد مجرد التفكير ان انت هتقوم بحاجة مختلفة؟ 3. هل بتقلق انك مش هتقدر تتابع التغيير او الخطوات اللي بتاخدها وهتوقف في نص الطريق؟ هل بيحركك شعور الخوف من الفقد او ان الامور تسوء عن الوضع اللي انت موجود فيه؟ بمجرد ما تحدد مشاعرك وتكون امين مع نفسك في الاجابات، هتقدر تتصرف بشكل منطقي مخالف للمشاعر اللي انت حاسس بيها. في حاجة مهمة جدا تنتبه لها، لو فاكر ان عقلك هيسيبك، مش هيحاول يقنعك ان التغيير اللي هتقوم بيه ده مش هيفيدك وهو هيكون سبب ضغط وقلق في حياتك، احب اقولك ان ده مش هيحصل، وعقلك هيدور لك على اسباب تقنعك ان التغيير اللي هتعمله ده مش هيفيدك في اي حاجة في حياتك. بس انت بقى لو قدرت تقنعه ان التغييرات البسيطة اللي بتقوم بيها بشكل يومي هتأثر بشكل ايجابي على حياتك على المدى البعيد، انت اللي هتكسب ومش هتسمح له ان هو يتحكم في تصرفاتك. هتقدر تسيطر على مشاعرك وتتعامل مع مشاعر القلق اللي عقلك بيحاول يوصلها لك.